السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع. التاريخ اليوم 14/12/2022. أنا ذاهب إن شاء الله إلى المستشفى لعمل بعض الأشعة طلبها مني الطبيب، وأنا رايح إن شاء الله للمستشفى. أبى أقول لكم قصة صارت معاي تقريبا في 2005 أو 2006. وتعرفون التليفونات تحدث فيها بعض الصدف، ممكن تتصل على رقم بالغلط فيحصل معك شيء غير متوقع. وأنا كنت وقتها موجود في مدينة أسفي، واتصلت على رقم معين وأخطأت في الرقم، فلما رد علي الطرف الثاني السلام عليكم، كان رجل، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت العذر والسموحة، أنا أخطأت في الرقم، أنا أريد الاتصال بشخص من أسفي فأعتذر منك. فرد علي الطرف الثاني قال أنت من مدينة أسفي؟ قلت نعم. قال نبغاك تساعدنا مساعدة ولك الأجر لوجه الله، والشغلة اللي نبغاها منك موجودة بمدينة أسفي. فقلت إن كنت أقدر عليها فما عندي أي مشكلة، كلنا نحب الخير وكلنا نسعى وراء الخير ونريد الأجر، هذه من طباع غالبية الناس. المهم، فقال لي الرجل هذا، قال لي القصة هذه، قال فيه رجل كان ساكن عندكم في مدينة أسفي ومتزوج وعنده بيت وعنده أطفال، وواحد منهم موظف وقتها في شركة حكومية عندنا في المغرب اسمها المكتب الوطني أو المكتب الشريف للفوسفات، المكتب الشريف للفوسفات. قال الرجل هذا عنده ولد كبير، يعني أكبر أولاده، يشتغل في شركة الفوسفات. المهم، قال القصة كالتالي: أن الرجل هذا صار بينه وبين ولده مشكل كبير، فقرر أن يترك البيت ويرحل الأب، وبحكم أن زوجته تخاف منه ولا تعصي له أمر، فقال لها تروحي معي. قالت طيب. راحت معاه زوجته وجاءوا إلى منطقة اسمها تغسالين. تغسالين تبعد عن مدينة خنيفرة بحوالي 26 كيلومتر، يعني في جبال الأطلس. المهم، الرجل هذا غاب عن أولاده 26 سنة، أولاده ما يعرفون أبوهم في أي منطقة يسكن، والأب فيه عزة نفس، وبصراحة أنا لا أسميها عزة نفس، ما يريد أن يجدد علاقته مع أولاده، يريدهم هم اللي يبحثون عنه، مع العلم هم معذورين ما يعرفون أبوهم أين ذهب. فقال لي هذا الرجل اللي أنا أتواصل معه بالتليفون، قال المطلوب منك كالتالي: إن شاء الله، قال أعطيك اسم الولد الكبير وتبحث عنه بمجهودك في مدينة أسفي، وأعطاني اسم الحي، لكن ما أعطاني رقم البيت أو الشارع أو الزنقة لكنه فقط قال لي الحي. وأنا وقتها كنت أشتغل في البقالة، فكان كل ما جاني زبون أحاول أسأله وأعطيها الاسم الكامل، يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي لهذا الشاب، حتى
أربط الاتصال معه وقال لي هذا اللي أنا أكلمه في التليفون، قال نريد أن نأتي بالأولاد إلى والدهم بدون ما يعرف الأب، نقول لهم هذا بيت أبوكم، يلا اطرقوا الباب وتفضلوا عند أبوكم. المهم أنا حاولت كل ما جاني زبون للبقالة أعطيها الاسم، وخاصة من الموظفين اللي في شركة الفوسفات، ياخذ الاسم ويبحث عنه في الكمبيوتر، يقول الاسم هذا غير موجود. وتكررت المسألة مع كم شخص، حتى قال لي واحد، قال لي كم سنة الأب متغيب؟ قلت له 26 سنة. قال معناته الولد هذا طلع تقاعد. قلت كيف؟ قال لي أن شركة الفوسفات أعتقد قال لي 21 سنة أو 23 سنة خدمة، قالوا يتقاعد. أنا ما كنت أدري عن المعلومة هذه. قال فالولد هذا الحين تقاعد. تواصلت مع الرجل هذا وهو ميكانيكي بالتليفون، وخذيت منها العنوان ورحت ركبت الحافلة إلى مراكش، ومن مراكش ركبت إلى خنيفرة وجيت في منطقة تغسالين. تعرفت عليه فعلا، لقيته ميكانيكي سيارات، وقص علي القصة بتفصيلها وكذا. قال لي الرجل لا يريد شيء من أولاده، الرجل ما شاء الله شغيل ويشتغل، قالوا عنده بيت وعنده سيارة وأموره طيبة وزوجته معاه، لكن الزوجة ما تقدر تطلع من البيت دون علم زوجها وتروح تدور على أولادها. يعني هي تعرف البيت لكن ما تقدر، تخاف من الزوج. ورجعت مرة ثانية إلى مدينة أسفي وعملت مجهود لكن ما توفقت. وبعد كم سنة سبحان الله كان عندي كتيب، بعد ما جيت الكويت كان عندي كتيب صغير فيه أرقام الأصدقاء، سواء مسجلين عندي بالتليفون أو يعني راحت أرقامهم من التليفون، المهم موجودين عندي في كتيب صغير. وأبحث في هذا الكتيب وألاقي رقم هذا الميكانيكي، قلت خليني أضيفه يمكن عنده الواتساب. فعلا أدخلت الرقم إلى التليفون وطلع عنده الواتساب. السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أتصل؟ قال تفضل. اتصلت عليه، شاف هو الرقم كويتي، قال لي ما عرفتك، من أنت؟ قلت له هل أنت ميكانيكي من تغسالين؟ قال لي نعم. قلت أنا كنت تعرفت عليك في التليفون، وقلت له القصة حتى لا أطيل عليكم. قلت له القصة، فقال لي أنا الحين في دولة أفريقية اسمها جمهورية غينيا بيساو. غينيا بيساو. قال أنا جيت لأشتغل مع شركة فرنسية في الميكانيك، والرجل هذاك على وضعه ما حصل أولاده ولا شيء. وبعد كم سنة كررت الاتصال مع الميكانيكي هذا من باب يعني تجديد عهد الأخوة والسؤال وكذا. فقال لي أبشرك، ترى العائلة اجتمعت. قلت سبحان الله، كيف؟ قال لي الرجل هذا كانت عنده أرض في جنوب المغرب، والظاهر وصلها البنيان، يعني الإعمار وصل الأرض هذه، فتجار العقار أو الناس المنعشين العقاريين يبحثون، يبون يشترون الأرض هذه. كيف الوصول إلى، توصلوا إلى الورثة، لكن الورثة طلبت منهم الجهات الحكومية شهادة الوفاة، لأن الأرض ما هي باسمهم، الأرض باسم والدهم، فلازم يجيبوا شهادة الوفاة وحصر الورثة أو ما يسمى بعدة الورثة. ففي الحالة هذه اشتد الحماس بالأولاد. بطبيعة الحال الأولاد والبنات
حتى يبحثوا عن الأب، وكل واحد يبحث بمجهوده. فقال لي وسبحان الله توصلوا، لأن البطاقات المدنية أو بطاقة التعريف الوطنية أو ما يسمى بالهوية تنتهي صلاحيتها بمرور 10 سنوات، كل 10 سنوات لازم تتجدد. فالرجل هذا أكيد جدد البطاقة الوطنية وصار له عنوان على البطاقة وين ساكن، وبهذه الطريقة توصلوا إلى الأب. لكن بعد ما الأرض هذه صارت لها قيمة مالية يعني عالية، يعني أغلى وأغلى من قبل. على العموم انتهت القصة، وسامحونا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.